معانا أبونا كريا راعي كنيسة الشهيد كبريانوس والقديسة يوستينا، هيكلمنا عن القديسين. اتفضل يا أبونا. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنيسه الشهيد كبريانوس الشهيده يوستينا من الكنائس الاثريه والفريده هنا في مصر، ويمكن الاولى على مستوى الكرازه المرقسيه. الكنيسه دي من القرن الرابع الميلادي، وكانت عباره عن 7 مذابح. مرت بمراحل ترميم كتيره إلى أن أصبحت 3 مذابح بس. المذبح الوصلاني باسم الشهيد كبريانوس يوستينا، اللي من الناحية الشمالية باسم الست العذراء، واللي من الناحية الجنوبية باسم القديس العظيم ماري جرجس. موجود عندنا في الكنيسة هنا الأيقونة الأثرية للشهيد كبريانوس الشهيدة يوستينا، وهي برضو الوحيدة ليهم هنا في مصر، ودي مرسومة في أورشليم في القدس على يد الفنان نيكولا تكلا. سيرة الشهيد كبريانوس الشهيدة يوستينا في عجالة سريعة. الشهيد كبريانوس ده كان ساحر وثني، ومن أقوى بقى السحرة في عصره. وكانت القديسة يوستينا دي طفلة لأبوين آمنوا بالمسيح كلهم. اتعمدت القديسة يوستينا وتعمدوا والدها، وشبت يوستينا وكانت جميلة المنظر زي ما مصورها الفنان في الأيقونة. أعجب بيها الوالي اللي على أيامها. طبعا هي رفضت الزواج لأن نذرت نفسها للمسيح، فجاب الساحر كبريانوس علشان يجيب له يوستينا بقوة الشياطين بتاعته بالسحر بتاعه. طبعا الشيطان اتهزم قدام قوة صلوات وأصوام وتسابيح يوستينا، وراح لكبريانوس وقال له احنا ممكن، وراح للوالي كبريانوس وقال له ممكن نحتال حيلة ان احنا الشيطان يعني نتزي بزي يوستينا ونروح للوالي كبريانوس والشيطان على اساس انه يوستينا، وجابها له بقى. فاول ما شاف الوالي الفريم من بره ده شكل يوستينا، ولكن الحقيقة انه ده الشيطان. فاول ما نطق الوالي اسم يوستينا على لسانه اتبخر الشيطان من قدامه. طبعا احرج كبريانوس انه اتفضح قدام الوالي واتفضحت الحيلة بتاعته. طلع من قدام الوالي وابتدى يدور على ايه القوة اللي كانت مع يوستينا دي هزمت قوة الشيطان اللي معاه. ربنا رزقه بشماس شرح له الإيمان بالمسيح، يآمن كبريانوس، ترسم شماس وترسم كاهن، ومن فضيله بقى يختاروه أسقف على قرطاجنة. كانت يوستينا في الوقت ده أصبحت رئيسة لدير للراهبات، وزعت فضيلهم هم الاثنين. بعت لهم الوالي علشان يبخروا للأصنام وينكروا المسيح مع بعضهم. رفضوا طبعا، وأمر بقطع رقبتهم في اللحظة والتو مع بعض علشان يقترن اسم كبريانوس يوستينا، لأن يوستينا هي أساسا لها الفضل على كبريانوس دون أن تعلم هي قادته للإيمان. ودي السيرة العطرة المختصرة للشهيد كبريانوس والشهيدة يوستينا. تعيد كنيستنا يوم ايه؟ بتعيد الكنيسة بعيد استشهادهم يوم 21 توت، وهو عيد نياحة الست العذراء. الموافق يوم 1 أكتوبر من كل عام. شكرا والسلام.